تعالوا بقى نعمل النهارده الكسكسي بطريقه سهله جدا. الناس اللي ما بتعرفش تعمله النهارده هخليكم تعملوه، هي في نص ساعه، مش هياخد معاكم اي حاجه. انا هو يا دوب عملت بس كيلو دقيق. اهم حاجه ننخل الدقيق، لو في اي شوائب او اي حاجه ما ما تبقاش جايه في الكسكسي. ننخله كده نخله كويسه. وانا هنا عندي الحله اللي هي اللي بسوي فيها الكسكسي، انا مولعه فيها على النار. هنحط ايه على كيلو دقيق بعد ما نخلناه؟ ذره ملح، وايه شويه صغيرين على حسب الكميه، يعني ربع معلقه بيكنج باودر واقل كمان من ربع معلقه، ونقلبهم كويس قوي بمعلقه كده عشان كله يختلط ببعضيه، الملح والبيكنج باودر والدقيق. وهنعمله النهارده في الكبه، طريقه سهله جدا ومش هتاخد معاكي وقت خالص ومش هيبوظ منك. في ناس كتير ما بتعرفش تعمله، لكن الكبه هتخليكي تعمليه حلو جدا. انا جيت اجربه بصراحه في الكبه الصغيره، لقيتها هتاخد وقت معايا، فجبت الكبه الكبيره. اهم حاجه يبقى ليها فتحه كده ان انت تحطي منها الميه، يعني ما حطي الدقيق في قلب الكبه كده حبه صغيرين، ودوسي عليها وزودي ميه وبالراحه خالص لغايه ما يبقى عامل معاكي كده زي حبيبات الرمل كده المبلوله. وانا هنا بضيف الميه كده بالراحه واحده واحده، وتحاولي كده الدقيق اللي هو بيمسك في الجناب كده بمعلقه كده او تحركيه عشان ايه ما يتكتلش معاكي ويعمل عجين. انا هنا بحط كميه صغيره خالص اهو، بصوا عشان يلف معايا اهو. عملتهم حبه حبه كده، لما بصوا يبقى بالشكل اللي قدامكم ده. سهل جدا وما خدش معايا وقت والله خالص اهو. اهم حاجه الميه نحطها ايه سرسوب صغير كده من الفتحه بتاعه الكبه. هنا بقى انا عندي الشاشه اللي هي البيضه دي، انا مخليها للكسكسي بس. هنحط فيها كده الكسكسي ونفرده. اهم حاجه عندنا كده نفرطه بعيد عن بعضيه. في ناس بتسوي مرحله واحده، لا انا بسويه على مرحلتين عشان يستوي كويس وما يشرقش معانا. نلم كده الشاشه بتاعتنا كده ونحاول نفرد الكسكسي في قلبيها كده. بصوا ما خدش معايا وقت خالص، يعني المرحله الاولانيه في الكبه دي ما خدتش معايا 5 دقايق، وما شاء الله هتشوفوا الكيلو هيطلع لكم كميه قد ايه. نحاول نفرده كده اهو. انا هنا مولعه الحله بتاعتي، اول ما نلاقي الحله كده تطلع بخار نفرد الشاشه كده فيها. انا هنا لما لقيت الحله كبيره وهي الكميه قليله، لا فتحته تاني وفردته كويس ايه على مساحه الحله بس، ونغطي عليها. اول مرحله دي كده بالظبط نسيبه ايه نص ساعه، وممكن اكتر كمان على حسب ما هيستوي. في المرحله دي بقى الكسكسي بصوا هتلاقوه ايه كتله واحده كده، ما نقلقش منه. خلي بالكم بس عشان المرحله دي بيبقى الكسكسي سخن جدا، بمقصوصه كده او بمعلقه وتحاولوا ان انتوا تفكوه من بعض. وهنا برضو هنضيف ميه بس بسيط خالص كده، هنرشرش بس ميه كده، مش هنحط كميات ميه كبيره. هنفضل نفرد كده بالمعلقه بتاعتي او بالمقصوصه لما يتفرد كله بعيد عن بعضه. هنا انا عشان عامله كيلو بس، فهي اول تسويه خدت معايا نص ساعه. جربوا الطريقه دي والله طعمه كان في منتهى الجمال. واول مره احس ان انا ما عملتش كسكسي، يعني انا بعمله على طول، بس انا بعمله في الغربال، يعني بعمل كميات 5 كيلو 6 كيلو بيتعبني بصراحه. لا انا قلت اجرب بس كيلو في الكبه، وبصراحه طلعت يعني التجربه ناجحه. قلت اعمله بالطريقه دي على طول، ما خدش معايا وقت وما تعبنيش والله خالص. هنا برضو قلت لكم عشان سخن نحاول كده ايه وهو سخن نعمله كده من بعضيه خالص، لما يبرد بقى نعمله بايدينا. هنا انا بضيف الميه واحده واحده عشان ما تكتلش معايا. اهو هنا انا فرطته اهو، بصوا وصلته للمرحله دي ازاي اهو. نفضل نعمل فيه كده ونفركه بايدينا كده لما يفك من بعضيه خالص.
في المرحله دي برضه هحطه في الشاشه تاني، وهنحطه بقى نص ساعه تاني. دي بقى كانت تاني تسويه، هي نص ساعه بس وهيستوي على طول. هنا بقى وهو لسه سخن كده هضيف معلقتين سمنه كبار واتنين باكت فانيليا. الفانيليا بتديله طعم جميل جدا. اهم حاجه وهو سخن كده ننزل عليه معلقتين سمنه كبار، اي سمنه بقى انتوا تحبوها. انا هنا كان عندي سمنه بلدي والله، حطيت له معلقتين سمنه بلدي، بتفرق طبعا في الطعم. ونقلب هنا على طول وهو سخن كده عشان كله يتغلف بالسمنه. هنا برضو ضفت الفانيليا بتاعتي. لا الفانيليا بصراحه بتودي طعمه في حته تانية خالص. نقلب بقى هنا باستمرار على طول عشان السمنه ايه تسيح معايا مع البخار بتاع الكسكسي ده. بس كده، ما خدش معانا وقت خالص ولا تعب ولا مجهود ولا اي حاجه. حتى انت لو ما عندكيش الحله ديت، انت ممكن اي حله عندك ومصفى تيجي على قدها، وحاولي ان انت تكتمي البخار من على الحروف بحته قماشه كده تعمليها بدقيق وتلفيها حوالين الحله والمصفى. وممكن حله المكرونه اللي بتبقى جايه معاها المصفى بتاعتها. وما شاء الله يعني الكيلو الدقيق رمى معايا قد كده. هنا انا جربت اهو، كنت طحنه سكر، هنضيف عليه السكر بتاعنا. وهنا انا ضفت له جوز الهند وضفت له زبيب. اللي مش حابب يبقى كفايه السكر، في ناس بتحبه بلبن، يعني زي ما انت تحبي. والله كله على بعضيه ما خدش معايا ساعه. وبصوا شكله عامل ازاي، في منتهى الجمال. بس كده اهو، وقولوا لي رايكم.